دايما بتبوظ منك، بتعمليها كتير وبتطلع ناشفة، مش هتفشل منك تاني وهتعملي احلى بسبوسة بعد كده. عندي هنا نص كيلو دقيق، ربع كوباية جوز هند ناعم، وعندي معلقة بيكنج باودر وكيس فانيليا. هقلب كده كل ده مع بعضه وهركنه على جنب. عندي طاسة حطيت فيها كوباية سكر، معلقتين كبار مية. مش هقلب خالص غير لما اشوف لون الكراميل اللي انا محتاجاه ده. اول ما يظهر لون الكراميل هقلب فيها بقى. في اللحظة دي انا موطية النار علشان السكر ما يمررش مني. وطي النار خالص وقلبي لحد ما توصلي للون اللي انتي محتاجاه. عايزة خلاص بتحبي البسبوسة باللون ده، خلاص ضيفي بقية المكونات. لسه عايزة شوية تاني سيبيها بس وطي النار. نص كوباية سمنة او على زبدة، او دي لوحدها او دي لوحدها اللي موجود عندك. معلقتين كبار قشطة. مفيش قشطة ممكن تحطي وش اللبن. مفيش وش لبن ولا قشطة، حطي علبة زبادي. وبعد كده عندي نص كوباية مية. اقلب بقى كل ده مع بعضه لحد ما السكر يرجع يدوب تاني بعد ما تكتل. هيغلي عندي غلوة واحدة بس، وبعد ما يغلي هطفي عليه واسيبه يهدى كده لمدة 3 4 دقايق. هجيب بقى كده المكونات الجافة بتاعتي اللي عملناها مع بعض، احط عليها بقى الخليط اللي احنا عملناه السائل بتاع البسبوسة التحفة. يا جماعة هتاكلي احلى بسبوسة، صدقيني بجد مش هتشتريها تاني من بره. معجنش خالص، بلم بس دقيق. اوعي تعجني هتنشف منك، لمي بس الدقيق. خلاص لميته كده. جبت عندي صينية مقاس 30 وحطيت فيها الخليط ودخلته الفرن. نعمل الشربات: كوبايتين سكر، كوباية مية، وعصرة ليمون احطهم على النار يغلوا لمدة 3 دقايق. البسبوسة طلعت معايا ريحتها حلوة قوي، ريحتها تحفة. هسقيها الشربات. اعرفي البسبوسة حلوة لما تشرب منك كمية الشربات كلها. مهما حطيتي شربات تشربه. اعرفي ان البسبوسة دي ناجحة جدا. عندك بقى مكسرات، عندك جوز هند، ما عندكيش خالص، خلاص مش مشكلة. آه سيبيها تبرد خالص، ما تقطعهاش وهي سخنة. انا قطعتها لكم وهي سخنة علشان تشوفي قد ايه حلوة وجميلة. بصوا مرملة ازاي، دايبة كده ومش مستحملة كمان ان انا امسكها من كتر ما هي تحفة. بجد دايبة جدا وريحتها وطعمها يجننوا. هتعجبكم قوي، جربوها. بحبكم كتير. باي باي.